كانت دايما رمز للنجاح، سيدة أعمال كبيرة واسم تقيل في عالم التعليم. لكن اللي حصل قلب كل الموازين. فيلا فخمة، خزنة مليانة ذهب وملايين، وجريمة حصلت من غير كسر ولا تسلل. حد دخل وهو عارف كل تفصيلة، وحد من جوه البيت. والصدمة إن الشبهات كلها دلوقتي رايحة ناحية الحفيد. حفيد نوال الدجوي، الاسم اللي محدش كان يتوقع يتقال في قضية زي دي. هنتكلم عن سرقة القرن. مين نوال الدجوي؟ وإزاي اتسرق منها ملايين الجنيهات والدولارات؟ وإيه كمية الذهب دي؟ إحنا قدام فيلا عادية ولا مغارة علي بابا؟ تعالوا نشوف أصل الحكاية. وما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في قناة ميستري نيوز. البطلة الدكتورة نوال الدجوي، سيدة أعمال من العيار التقيل، ومؤسسة جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA. الست دي تعتبر من أوائل اللي أسسوا مدارس لغات خاصة في مصر من أكتر من 60 سنة. ابتدت بمدارس دار التربية، وبعد كده فتحت واحدة من أهم الجامعات الخاصة في مصر اللي بتتعاون مع جامعات أجنبية زي جامعة جرينتش البريطانية. نوال الدجوي مش بس رائدة تعليم، دي كمان مليارديرة، تقدر تقول عليها إمبراطورية التعليم الخاص في مصر. استثماراتها في التعليم بس تتخطى مئات الملايين، ده غير ممتلكات تانية مملوكة للعيلة. نوال الدجوي بدأت حياتها العملية بتأسيس مدرسة صغيرة سنة 58، وكان وقتها الناس بتفضل المدارس الأجنبية، لكن هي أصرت يكون في تعليم مصري بستايل عالمي. بعدها حولت المدرسة دي لإمبراطورية تعليمية. تعتبر نوال الدجوي من أغنى سيدات مصر. مفيش تقدير رسمي لثروتها، لكن حسب مصادر في التعليم الخاص قيمة استثماراتها بتتجاوز المليار جنيه مصري. اتبرعت لصندوق تحيا مصر ب10 مليون جنيه، وفي أزمة كورونا اتبرعت ب3 مليون جنيه. في سرقات بتحصل كل يوم، بس اللي حصل في فيلا نوال الدجوي مش مجرد سرقة. يعني كده اللي داخل الفيلا عارف بيعمل ايه. فيلا فخمة في واحد من أرقى كومباوندات 6 أكتوبر، وخزن مفتوحة، فلوس وذهب بأرقام خرافية اختفوا. ده مش مشهد من فيلم أكشن، دي قضية حقيقية. في مايو 2025 نوال رجعت الفيلا تفتح أوضة النوم، تلاقي الكارثة، الخزنة مسروقة. النيابة نزلت على طول، بلاغ رسمي اتسجل، والتحقيقات ابتدت. تفريغ الكاميرات، استدعاء كل العاملين في الفيلا، والشك بدأ يلف حوالين حد من جوه. فيلا نوال الدجوي في كومباوند ضخم بمدخل خاص وكاميرات مراقبة، ومع كده السرقة حصلت بدون إنذار ولا حتى صوت كسر واضح. أصل الحاجات اللي اتسرقت مش عادية، الأرقام كانت مرعبة. 50 مليون جنيه، 3 مليون دولار، 350 ألف جنيه استرليني، 15 كيلو ذهب. يعني بتتكلم على سرقة تتخطى 200 مليون جنيه مصري بالقيمة السوقية. إزاي الثروة دي كلها كانت في بيت مش في بنك؟ مصدر مقرب من العيلة قال إن الكميات الكبيرة دي كانت محطوطة كوديعة عائلية مش مؤمن عليها. الموضوع ما وقفش عند كده. في مصادر من جوه التحقيقات كشفت لجريدة الدستور المصري وصدى البلد إن الشبهات حاليا بتدور حوالين حفيد نوال الدجوي. والله، بعد ما لقوا إن مفيش كسر في الأبواب ولا الشبابيك، واللي دخل واضح إنه كان عارف كل حاجة عن الخزنة ومكانها والمبالغ اللي فيها. الجريدة كمان قالت بمصادرها الخاصة إن في خلافات عائلية كانت شغالة من فترة، والدكتورة نوال بنفسها قالت في بلاغها إنها شاكة في ناس من قرايبها، وده خلى الحفيد يبقى تحت المراقبة والتحقيق دلوقتي. يعني باختصار الكارثة جاية من جوه البيت. الواضح من التحقيقات ومن كلام المصادر الخاصة اللي جريدة المصري اليوم نقلته إن الموضوع مش سرقة ولا حاجة، لا دي مشاكل كبيرة على الميراث. وفي الآخر نوال الدجوي طلعت علينا وقالت الباسورد اتغير. يعني بالعربي كل حاجة كانت تمام لدرجة إنهم غيروا الباسورد كده. بس خلونا متفقين، لما الباسورد يتغير يبقى في حاجة حصلت. بس الواضح إن في حكايات مش دايما بتتقال، وفي روايات بتتحكي بس من طرف واحد. القضية لسه شغالة والتحقيقات شغالة، بس الواضح إننا قدام واحدة من أكبر قضايا السرقة في تاريخ الشخصيات العامة في مصر. دلوقتي الكورة في ملعب النيابة، والتحقيقات ماشية في سكة محدش كان يتخيلها. مش مجرد سرقة، دي فضيحة عائلية ممكن تهز اسم كان دايما رمز للهيبة والاحترام. وكلنا مستنيين اللحظة اللي تتكشف فيها الحقيقة. ساعتها بس هنفهم مين اللي خان الثقة ومين اللي باع الدم. هل الفلوس ممكن تغير النفوس للدرجة دي؟ ايه رأيكم؟ دي سرقة بس ولا في قصة أكبر ورا الكواليس؟ تفتكروا الكاميرات هتكشف الحقيقة ولا هيتقفل الملف من غير ما نعرف مين الجاني؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.